اليوم راح نسوي وياكم الكيكه بطحين اللوز. هذا طحين اللوز اشتريناه من السوق وبدنا نسوي بيه الكيكه. هنا عندنا خلينا البرتقال العصير وخليت ستيفيا، يعني بكره بتحطون شكر تحطون ستيفيا. هنا راح نخلي برش البرتقال هنا راح نحطه وياه، وراح اضيف ايضا بكره بنحط الزيت العادي، خليت الدهن الحر او السمن البقري طبعا حتى ما ياثر على الكيكه نهائيا. فهسه شو راح نسوي بهالحاله؟ راح نطرق شوي. قبل كل شيء راح نضيف البيض، 3 بيضات. حطيت 3 قلاصات تقريبا من طحين اللوز، بكن الطحين العادي، حتى تكون كيكه صحيه وخاليه من السكريات. هذا هنا عندنا حليب تقريبا اقل الكوب. هنا عندي بيكنج باودر وفانيلا مسموح بيها، وهنا انا ضفت اضافه اللي هو الزبيب، وايضا عندي فراوله بعدين اضيفها من اسوي طبقات بالعجين. خلط المواد. هنا الكيكه مالتنا شفتها احتاجت ستيفيا، طبعا بكان سكر ضفت 5 ظروف ستيفيا، فحتى تكون بكان السكر اللي احنا ما نريد نضيف سكر، ضفنا ستيفيا 5 ظروف او الى 6 تقريبا. هاي اضافه طبعا براحتكم انتم، انا حبيت اضيف فراوله شويه كنوع من الكيك الفاكهه يعني، وراح نخليها بالقالب ونخليها بالفرن حتى تستوي. هنا انا كملتها، راح ادخلها للفرن على درجه حراره 180 وخليها ساعه تقريبا.